بعد فاجعة طنجة، مطالب برلمانية بتفعيل صارم لقانون الكلاب الخطيرة لحماية المواطنين، بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. عادت قضية الكلاب الشرسة إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب عقب الحادثة المأساوية التي هزت مدينة طنجة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لهجوم عنيف من طرف 4 كلاب خطيرة في واقعة خلفت صدمة واسعة وسط الرأي العام، وأعادت طرح أسئلة ملحة حول مدى احترام وتفعيل القوانين المنظمة لتربية وحيازة الكلاب المصنفة خطيرة، خاصة في ظل تزايد انتشار هذه الحيوانات داخل الأحياء السكنية والفضاءات العامة بشكل بات يثير مخاوف المواطنين. وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت، طالبت فيه بضرورة التفعيل الصارم للقانون رقم 56/12 المتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، مؤكدة أن الحادثة الأخيرة بمدينة طنجة تعكس وجود خلل واضح في تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، رغم توفر المغرب على ترسانة تشريعية تؤطر هذا المجال منذ سنوات. وأكدت البرلمانية أن القانون المذكور يمنع بشكل صريح تملك أو استيراد أو تداول بعض فصائل الكلاب المصنفة ضمن الأنواع الخطيرة، كما ينص على عقوبات زجرية صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة هذه الحيوانات والتخلص منها وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني تم تعزيزه بمرسوم تطبيقي صدر سنة 2018 يحدد بدقة أنواع الكلاب الممنوعة وشروط الترخيص الخاصة ببعض الفصائل الأخرى. غير أن الفتحاوي اعتبرت أن الواقع الميداني يكشف عن ضعف واضح في المراقبة والتتبع، حيث لا تزال هذه الكلاب تنتشر بشكل مقلق داخل الأحياء الشعبية والعمارات السكنية وحتى بالقرب من المؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية، مما يشكل تهديدا مباشرا ودائما لسلامة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن. وأوضحت أن العديد من الأسر المغربية أصبحت تعيش حالة من القلق والخوف بسبب تنامي ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة لأغراض الاستعراض أو الحراسة في غياب احترام شروط السلامة والتدريب والتأطير القانوني، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مأساوية مشابهة لما شهدته مدينة طنجة. كما شددت البرلمانية على أن عددا من الخبراء والأطباء البيطريين يجمعون على أن المسؤولية مشتركة بين أصحاب هذه الكلاب والسلطات المكلفة بالمراقبة، معتبرة أن غياب الصرامة في تطبيق القانون وفرض العقوبات يشجع على استمرار الظاهرة ويفتح الباب أمام تكرار حوادث دامية تهدد الأمن العام. وأضافت أن حماية المواطنين تقتضي اعتماد مقاربة أكثر حزما تقوم على تشديد المراقبة على مربي الكلاب الخطيرة وتكثيف حملات التفتيش داخل المدن ومصادرة الكلاب غير المرخصة، مع فرض احترام شروط التربية والترويض والتلقيح، فضلا عن إطلاق حملات تحسيسية للتوعية بمخاطر تربية بعض الفصائل العدوانية داخل التجمعات السكنية. وختمت النائبة سؤالها البرلماني بالتساؤل عن التدابير العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن المواطنين داخل الفضاءات العامة ووضع حد لانتشار الكلاب الخطيرة التي باتت تزرع الخوف والرعب في نفوس عدد كبير من الأسر المغربية، مؤكدة أن فاجعة طنجة يجب أن تكون نقطة تحول حقيقية نحو التطبيق الفعلي والصارم للقانون حماية للأرواح وتفاديا لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.